كارثة عالمية جديدة. الجيش الصيني يحاصر تايوان من البحر والبر والجو. Welcome to my channel, and today's topic is a new global catastrophe. The Chinese army besieges Taiwan from the sea and land and air. هنشوف التفاصيل مع بعضنا. أمريكا دلوقتي يا جماعة في مأزق، لأنها واعدة تايوان بالحماية. الكلام ده كان سابقا، والكلام ده كان سابق للجيش الصيني اللي هو كان هيحاصر تايوان من البحر والبر والجو. كان قال ده هيحدث سنة 2025، ولكنها فاجأت العالم الآن بهذه الخطوات. وهنشوف التفاصيل اللي جاية ايه سبب التبكير. فهل يستعد الجيش الصيني لغزو تايوان؟ والصين أعلن رسميا عزل تايوان وتطويقها، والتصريحات ديت جت عبر وسائل إعلامها. وقالوا إن الحظر ده هيقعد 3 أيام للتعرف على رد فعل العالم تجاه ذلك، وعشان يعرفوا برضو ردود الأفعال هتكون ايه يوم التحريك الأكبر. هل العالم مستعد لأزمة جديدة زي الأزمة اللي حصلت في الحرب الأوكرانية الروسية؟ برضو من ضمن الحاجات إن مخازن الأسلحة في أمريكا وأوروبا نفذت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وده وقت مناسب جدا للصين لأن الأسلحة نفذت دلوقتي. وكمان من ضمن العوامل اللي أدت للتبكير إن الدولار بيفقد هيبته في العالم، وده كمان كان تصريح من ترامب. وبرضه كان هناك تصريح من الرئيس الفرنسي على أوروبا خفض اعتمادها على الدولار. العالم على حافة أزمة اقتصادية كبرى أخرى إذا فضل مضيق تايوان مقفول، لأن العملية التجارية العالمية ستتأثر بالسلب لوقف الصين التجارة مع العالم، وهي بما يعادل بيمر من المضيق ده بما يعادل تقريبا 20%، 16%. نسبة برضو مش سهلة، مش هينة. وبرضو من اللي أدت لتبكير العملية ديت انتخابات أمريكا 2025. ما هيش ضامنة الصين إن يجي رئيس أمريكي قوي، تمام، وتختلف الموازين في هذه الحالة. وفي برضو دلوقتي برضو يا جماعة في العالم كله حرب على الدولار. طبعا من الخطوات اللي عملوها الصين اللي هم تخلوا عن الدولار في التعاملات التجارية ما بينهم. وبرضو اللي أدت لتبكير العملية اتعلموا من الدرس. شوف الناس اللي بتتعلم من الدروس، اتعلموا من الدرس حرب روسيا وأوكرانيا. اتعلموا جيد جدا وخدوا الدرس واستوعبوا الدرس، لأن تم تسليح أوكرانيا بأسلحة، لأنهم كانوا عارفين اللي هيحصل ده من روسيا، فتم إمدادها بأسلحة خلال فترات زمنية طويلة.
هي لسه الصين هتستنى بقى لما يمدوا تايوان بأسلحة؟ تمام. لأن كان المفترض إن الحرب الروسية الأوكرانية يعني تقعد أسبوع أسبوعين وتخلص، لكن نتيجة تسليح أوكرانيا في مقاومة بقالنا سنة دلوقتي. فدي من ضمن العوامل اللي أدت للتبكير. طب هنشوف بعض التفاصيل كده اللي اتقالت على بعض المواقع. في سكاي نيوز قال لك رئيس الصين يلمح لمعركة قتالية وكشف سبب حظر تايوان الجوي. صحافة العرب ننشر لكم التفاصيل. رئيس الصين يلمح لمعركة قتالية وكشف سبب حظر تايوان. كان بداية ما تم نشره هي استعداد لقتال فعلي شيجي بين غزار قاعدة بحرية في جنوب الصين، وذلك غداة تدريبات عسكرية جرت بهدف ممارسة شيجي بين غزار قاعدة بحرية في جنوب الصين، وذلك في غداة تدريبات عسكرية. الجزيرة يا جماعة بيبلغ تعداد سكانها 23 مليون نسمة. هي موضوع تنافس قوي بين بكين وواشنطن. الصين بتطالب بالسيادة على تايوان باعتبارها مقاطعة من مقاطعاتها، فيما تعد الولايات المتحدة حليفا رئيسيا وموردا للأسلحة لتايوان، تدريبات عسكرية وفرض حظر طيران. الصين نظمت تدريبات عسكرية على مدى 3 أيام، وتعد ذلك إنذارا جادا للجزيرة بعد لقاء رئيستها مع مسؤول أمريكي كبير الأسبوع الماضي. وزارة النقل التايوانية أعلنت الأربعاء إن الصين ستفرض منطقة حظر جوي إلى شمال الجزيرة الأحد بسبب أنشطة فضائية، مما سيحد من الرحلات. آتي هذا الإعلام بعدما أنهت بكين الاثنين مناورات عسكرية كبيرة استمرت 3 أيام حول تايوان، شملت محاكاة ضربات محددة الأهداف وتطويق الجزيرة. منطقة حظر الطيران ليست مرتبطة على ما يبدو بالتدريبات، فقد أعلنت الوزارة التايوانية إن بكين ستقيمها عند مناطق التقاء عدد من الطرق الدولية بحجة أنشطة فضائية. سيستمر الحظر 27 دقيقة من الساعة 9:30 إلى الساعة، في تفاصيل بقى الحظر والكلام من ده. وطبعا نحب نقول لكم إن التفاصيل رئيس الصين بيلمح لمعركة قتالية. ربنا يسترها. العالم مش ناقص، ولا مصر ناقصة. طبعا احنا دايما شوفوا انتوا، دايما الناس عندها مش عارفة في ايه. ده أزمة عالمية يا جماعة. الناس اللي مش عارفة في ايه في الدنيا بيحصل عليها، وعمالين كل شوية عندهم سخط، ما بيحمدوش ربنا على اللي هم فيه. ده ابتلاء من عند ربنا. قول الحمد لله على كل حاجة بتجيلك. قول الحمد لله عشان ربنا ما يزودهاش عليك. الحمد لله يا رب. طبعا في حاجة بقى، طبعا تصريح برضو من تايوان تحسبا لغزو صيني جيش تايوان يقوم بخطوة غير مسبوقة. أصدر الجيش التايواني كتيبا مخصصا للمدنيين، يعني يعني كتاب صغير كده لتعليمهم طريقة التصرف إذا غزت الصين الجزيرة، لا سيما تخزين الطعام وإيجاد مأوى أثناء القصف. وأثارت العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا المخاوف في تايوان من إقدام الصين على خطوة مماثلة لأجل توحيد المقاطعة مع ما يعرف بالبر الرئيسي الصيني. وأوضح الناطق باسم وزارة الدفاع التايواني سون لي فانغ في مؤتمر صحفي إن هذا الدليل المؤلف من 28 صفحة يحتوي على معلومات يمكن لعامة الناس استخدامها كدليل طوارئ في حال حدوث أزمة عسكرية أو كارثة طبيعية.
وهذه المرة الأولى التي ينشر فيها الجيش التايواني كتيبا في مثل يعني في هذه المواقف، أو كتيبا ممثلا، ويوجه هذا الدليل المستوحي من كتيبات مماثلة نشرت في السويد واليابان السكان حول طريقة العثور على ملاجئ باستخدامات تطبيقات هاتفية، وطريقة التعرف على صفارات الإنذار من الغارات الجوية، وطريقة التصرف في حال حدوث قصف أو كارثة طبيعية. وفي مارس الماضي قال وزير الدفاع التايواني تشيكو تشينغ إن أي صراع مسلح مع الصين من شأنه أن يخلف كارثة لجميع الأطراف بغض النظر عن النتيجة. مش كارثة بس ما بين الأطراف، ده كارثة عالمية. كارثة عالمية. احنا لسه بنعاني من ارتفاع الأسعار، وكل ده بسبب الحرب الروسية الأوكرانية. ما بالكم لو حدث كده؟ تمام، انتوا مش عاجبكم الأسعار بتاع دلوقتي؟ طيب، ما بتقولش الحمد لله؟ طيب، شوف بقى، جرب بقى لما ربنا يزودها عليك شوية. ده إرادة ربنا، دي حاجة إرادة ربنا. الحمد لله. وأضاف إن مؤسسة الدفاع التايوانية تراقب وتستمع، لكننا نغلق أفواهنا. نحن نتابع التطورات ونجهز أنفسنا، لكننا لا نبحث ذلك علانية أو نناقشه. حسبما نقلت الأسوشيتيد بريس، يعني موقع إخباري، ده اسم موقع إخباري. طبعا في طائرات حربية دلوقتي، خبر عاجل، الجيش السوداني يقول أن قوات الدعم السريع دفعت جنودها للسيطرة على المواقع الاستراتيجية في العاصمة. الجيش السوداني يقول أنه تصدى لقوات الدعم السريع ويصفها بالعدو. طبعا الفيديو ده يا جماعة بالنسبة للقصف اللي حصل في السودان، لو انت عايز تعرف العالم على صفيح ساخن. تمام، وربنا يسترها. انا لسه منزل الاشتباكات المسلحة في الخرطوم، عنوان الفيديو كده عندي على القناة: اشتباكات مسلحة في الخرطوم بالقرب من مطار الخرطوم. طبعا اللي عايز يعرف التفاصيل موجودة في الفيديو ده. طبعا طبعا انا احب نعرف رأيكم، يعني آه، لو حدثت فعلا الحرب ديت ما بين الصين وتايوان، هل ستؤثر على بورصات العالم زي ما حصل في الحرب الروسية الأوكرانية؟ هل ستؤثر على أسعار السلع؟ برضو خليك إيجابي وشارك معانا. أبسط حاجة تقول كومنت، لو أنت مش عايز تقول رأيك تصلي على حبيبك النبي. تمام، تدعو ل... للمصريين وللعرب في كل مكان ان ربنا يسترها معاهم و... وتعدي الازمه دي على خير باذن الله يا رب. احنا لسه ما خلصناش من ازمه، هتجيلنا ازمه تانية عالميه جديده. ربنا يستر وتعدي على خير. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتعطر فمك بالصلاة على النبي وتذكر ربنا في قلبك. وكل سنة وانتم طيبين جميعا. اللهم احفظ مصر واحفظ جميع البلاد العربية، اللهم امين. واخر كلمة اقولها لكم: تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.